هاد المرة غادي نهضروا على شي حاجة ما كتخلي حد ينعس. شحال من واحد فينا ورث دار قديمة أو شرا أرض بعقد عرفي؟ واش عمرك وقفتي مع راسك وسولتي إلا بدلوا القانون واش هاد الوراق القدام غادي تبقى تسوى شي حاجة؟ في المغرب اليوم كلشي كيتحرك والقوانين ديال العقار غادي تولي لعبة خطيرة. تخيل معايا الحكومة كتقول لك من بعد اليوم إلا عندك عقار غير محفظ فأنت غادي تواجه مشاكل كبيرة بزاف. هاد القضية ماشي غير فضيحة، هي إعلان على نهاية عصر كامل. الخطر هو أن هاد العقارات القديمة غادي تولي هي الباب الوحيد للنصابة ومافيا تبييض الأموال. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة الخطيرة ديال باب دارنا غادي نكشف لكم على الخطر الحقيقي للعقار غير المحفظ بدخول سنة 2025. ولكن كما ولفتوا تنعتذر مجددا على اللغة الدارجة البسيطة. الهدف هو نوصل لكم هذا الخبر الحار والمهم بأسرع طريقة باش تكونوا محميين قانونيا. الضربة القاضية: القانون الجديد والتهديد الأمان. في الأعوام الجاية الحكومة كتهدف أن كل عقار في المغرب خصو يكون محفظ. وعلاش هذا الضغط؟ تبييض الأموال. العقارات غير المحفظة كتعتبر الوسيلة السهلة للناس باش تغسل الفلوس ديال الحرام، المخدرات، الفساد. كيشريوها بالكاش بلا أثر بنكي ومن بعد كيبيعوها بطريقة قانونية باش يولي الفلوس نقي. القانون الجديد غادي يسد هذا الباب بالمرة. عزل العقار غير المحفظ. بدخول سنة 2025 القانون غادي يعطي صلاحية كتر لغير العدول والموثقين باش يكتبوا عقود البيع. هذه الخطوة غادي تخلي العقد العرفي اللي كيورثوه الناس ضعيف بزاف قدام القضاء. الخطر هو أن هذه العقارات القديمة غادي تولي هي الباب الوحيد للنصابة ومافيا تبييض الأموال. السر الخفي: الحماية الوحيدة لدارك. إلا عندك دار بوراق عرفية أو غير محفظة ركز معايا مزيان حيث هذه هي الفرصة الأخيرة ديالك، الفرصة الذهبية. التحفيظ الجماعي. في المغرب كاين مسطرة ديال التحفيظ اللي كتخرج لبعض المناطق. هذه المسطرة سهلة ورخيصة وكتحول الوثائق العرفية لوثائق رسمية ومحمية في المحافظة العقارية. إلا وصلت هذه المسطرة المنطقة ديالك جري باش دير التحفيظ قبل ما يفوت الحال. الخطوة ديال الناجحين: تسوية الوضعية. إلا ما كانش عندك فرصة التحفيظ الجماعي خاصك دير عقد شراء رسمي عند الموثق أو العدول، وهذا الشيء كاين بزاف ديال الطرق القانونية باش يتسجل في المحكمة واخا العقار غير محفظ. هذه الخطوة كتقوي الوضعية ديالك قدام أي نزاع أو مستجد قانوني جاي. العقار غير محفظ هو قنبلة موقوتة بالقانون، ومن بعد سنة 2025 الأمور غادي تزيد تعقد بزاف على المواطنين. هذه المعلومات الجديدة خصها توصل لكل واحد باقي شاد في وثيقة عرفية باش تضمن أن الفلوس ديالك والملك ديالك محميين. اشترك دابا في القناة. السؤال الجوهري اللي خصو يبقى في بالك: إلا كان العقار غير محفظ غادي يولي هو الطريق الوحيد لتبييض الأموال الكبيرة، واش هذا الشيء غادي يخليه غلاء خيالي في الأثمان ديالو قبل ما يتسد الباب، أو غادي يولي مغروق بالمشاكل وكل شيء يهرب منه؟ شاركنا برأيك وقصتك مع التحفيظ في التعليقات. وباش تستافد من أي مستجد قانوني في عالم العقار في المغرب اشترك دابا في القناة باش تولي ديما واعي بالقانون. السؤال الجوهري اللي خصو يبقى في بالك: إلا كان البائع نفسه هو الموثق واش كتشوف باللي عنده مصلحة مزدوجة كتهدد فلوس الوديعة ديالك، أو الأمر عادي؟ شاركنا برأيك والتجربة ديالك في التعليقات.